تخيل إن السينما والتلفزيون ما كانوش بس للضحك والتسلية، لأ، دول كانوا وسيلة من وسائل الحرب. حلوة النضارة. في الحرب العالمية التانية بدل ما يدوا للناس صواريخ ادوهم أفلام كرتون. كانوا بيعرضوا أفلام قصيرة لميكي وباباي، الناس تضحك وتنسى إن في حرب شغالة بره. وفي مصر في الستينات والسبعينات التلفزيون دخل البيوت المصرية وكان برضه وسيلة للإلهاء. تلاقي الدنيا فيها أزمة اقتصادية وفجأة تلاقي فيلم إسماعيل ياسين شغال على التلفزيون وبيضحك الشعب كله. يعني بدل ما الشعب يفكر في الحرب والغلاء يقعدوا يتفرجوا على سهرة تلفزيونية أو على مسرحية أو على كرتون. يعني بدل ما يدوك صاروخ يدوك فيلم كوميدي عشان لما تضحك تنسى الانفجارات. السؤال بقى، لو حصل أزمة دلوقتي هيلهونا بمسرحية ولا بترند تيك توك؟ كنت معاكم في الدولاب.